بيبدأ المسلسل بولد عمره 12 سنة وبيكون اسمه بيرسي، وبيحكي لنا بيرسي ان هو مختلف عن كل الناس اللي حواليه، وده لان هو دايما بيشوف كائنات محدش بيشوفها غيره، وبيسمع اصوات بتناديه من عالم تاني. والموضوع ده مسبب له مشاكل دايما، لان الكائنات اللي بيشوفها بتظهر له وسط الناس، وطبعا الناس اللي حواليه بيفتكروا ان هو مجنون وبيبعدوا عنه. والموضوع ده مأثر على نفسية بيرسي جدا، لان كل زمايله بيتجنبوه ومالوش اي صديق، لحد ما في يوم بيتعرف على ولد اسمه جروفر، وبيحس بيرسي ان هما شبه بعض في حاجات كتير، وكان سعيد جدا بصداقته. وفي يوم بيروح بيرسي رحلة مدرسية لمتحف التماثيل اليونانية، وبيكون بيرسي منبهر جدا وهو شايف التماثيل قدامه، لان امه كانت بتحكي له دايما عن قصص الاساطير اليونانية. وبيلاحظ بيرسي ان زميلته نانسي بتتنمر عليه، وبيكون متضايق لان دي مش اول مرة تعملها، فبيشتكي للمدرسة اللي اسمها دوتس من تصرفات زميلته، لكن المدرسة بتاخد صف البنت وبتقول ان هو اللي غلطان. فبيرسي بيزعل جدا لان مفيش حد واقف في صفه، لكن بيجي المدرس برونر وبيواسيه وبيقول له ان هو مصدقه وعارف ان هو مغلطش في حاجه، وبيديله قلم من معاه وبيطلب منه يخلي باله من القلم ده لان هو غالي جدا. فبياخد بيرسي القلم وهو مستغرب من كلامه، وبعدها بيخرج بيرسي بره المتحف وبيقعد مع صاحبه جروفر، وبيحكي له عن اللي نانسي عملته معاه، وبيقول له ان هو عاوز ينتقم منها لان هو ما بقاش قادر يتحمل تصرفاتها، وخاصه ان هي بتتنمر عليه بدون سبب. وفي الاثناء دي بتيجي نانسي تجر شكله من غير سبب، فبيقوم بيرسي يتخانق معاها، واول ما بيقرب منها بيحصل حاجه غريبه جدا، لان نانسي فجاه بتطير في الهواء وبتقع في الميه، وبيكون بيرسي مش مصدق اللي حصل لان هو ما لمسهاش اصلا، وبيستوعب هنا ان هو عنده قوه خارقه. وفجاه بيحس بيرسي بشعور مخيف، وبيلاقي المدرسه دوتس جايه عليه، وبيتفاجئ ان جسمها اتحول لجسم حيوان اسطوري، وفجاه دوتس بتهجم عليه وبتحاول تقتله، لكن فجاه بتظهر قوه خفيه وبتخلص على دوتس، وطبعا بيرسي بيغمى عليه من الصدمه. ولما بيفوق بيلاقي زمايله والمدرسين متجمعين حواليه ومش فاهمين ايه اللي حصل، وبيتضح ان محدش شاف اللي حصل غير بيرسي وبس. فبيرسي بيسأل المدرس برونو عن اللي حصل لدوتس، فبيصدمه برونو ان مفيش مدرسة اسمها دوتس اصلا في المدرسة. وبعدها بيتم استدعاء بيرسي وجروفر لمكتب المدير، وبيسألهم المدير ايه اللي حصل. فبيرسي بيدافع عن نفسه وبيقول ان هو ما عملش حاجة لنانسي، لكن الغريب ان جروفر بيشهد ضد صاحبه لاول مرة، وبيقول للمدير ان هو اذى نانسي وكان قاصد يوقعها في الميه. فالمدير بيفصل بيرسي من المدرسه، فبيخرج بيرسي بره المدرسه وهو حزين وبيكون مش فاهم هو ليه بيحصل له كده. وبيجي المدرس برونو يقعد جنبه وبيقول له ان هو مصدقه، وبيطلب منه ما يتضايقش من اللي حصل لان هيجي الوقت اللي هيفهم فيه كل حاجه. لكن بيرسي ما بيفهمش كلامه وبيمشي. وبعد شويه بيرجع بيرسي البيت وهو محبط، وبيلاقي جوز امه قاعد في البيت كالعاده، وبيكون جوز امه ده عاطل عن العمل بقاله فتره ومضيع كل فلوسه في لعب القمار. ده غير ان سالي ام بيرسي هي اللي بتصرف عليه. فبيسيبه بيرسي وبيروح يسلم على امه، واللي اول ما بتشوفه بتحضنه على طول، وبتقول له ان هي مصدقاه وعارفه ان هو ما اذاش زميلته. فبيفرح بيرسي ان اخيرا في حد مصدقه، وبيعترف لها ان هو مش عارف يتاقلم مع الحياه اللي هو عايشها، لان هو حاسس دايما ان هو مختلف عن الناس ومحدش فاهمه. ده غير الحاجات الغريبه اللي هو بيشوفها. فسالي بتواسيه وبيكون واضح ان هي عارفه السر اللي ورا الحاجات اللي هو بيشوفها، لكنها ما بتقولوش حاجه، وبتقترح عليه ان هم يروحوا يقضوا الاجازه في الكوخ بتاعهم. فبيوافق بيرسي وبيروح يجهز شنطته، وفي خلال ساعات بيوصلوا للكوخ، وبيفضل بيرسي يحكي لامه عن كل الحاجات الغريبه اللي بيشوفها، وبيقول لها ان الموضوع ده ابتدى من ساعه ما كان عنده 8 سنين. فهنا بتعترف له سالي ان في عالم تاني مختلف عن العالم اللي هم عايشين فيه، والعالم التاني ده عايش فيه كائنات مختلفه عن البشر واسمهم الحكام اليونانيين. والحكام دول متحكمين في كل حاجه في العالم التاني لانهم بيمتازوا بقوه خارقه مختلفه عن البشر العاديين، وحتى في ناس منهم اشكالهم مختلفه عن البشر. وبتقول له ان الكوخ اللي هم فيه ده كان المكان اللي هي قابلت فيه ابوه اول مره، وبتقول له ان ابوه شخص مختلف عن باقي البشر وكان عامل زيه بالظبط، وفي البدايه ما كانتش فاهمه سر اختلافه، لكنه اعترف لها بعد كده ان هو حاكم في العالم التاني. وبتعترف لبيرسي ان كل الاساطير اللي هي حكتها له عن الحكام اليونانيين كانت حقيقه، وان هي مش مجرد خرافات او قصص. وبتقول له ان الحاكم اللي من العالم التاني لما بيتجوز بشريه بيخلفه طفل هجين، وبيبقى نصه بشر ونصه حاكم، وبيكتسب قدرات خارقه، وبالتالي بيستنتج بيرسي ان هو طفل هجين، وده السبب ورا الحاجات الغريبه اللي هو بيشوفها، والسبب برضه في قوته الخارقه اللي هو مش قادر يتحكم فيها. وعلشان كده هو الوحيد اللي بيقدر يشوف الكائنات اللي عايشه في العالم التاني، لان هو يعتبر عايش في العالمين، وبيكون في حاجز بين العالمين دول ومفيش بشري عادي يقدر يشوف اللي بيحصل في العالم التاني. وكمان بتفاجئ بيرسي ان هو معرض للخطر، لان الكائنات الشريره اللي في العالم
التاني بيستهدفوا الاطفال الهجناء اللي في عالم البشر. يعني الست اللي كانت منتحله شخصيه المدرسه دوتس دي اساسا وحش عايش في العالم التاني. وطبعا بيرسي بينصدم من اللي هو بيسمعه وبيكون مش عاوز يصدق الكلام اللي امه قالته، وبيفضل يتخانق معاها وبيقول لها ان هي بتكذب. وفي الاثناء دي بيسمعوا صوت الباب بيخبط، فبيروحوا يفتحوا بيلاقوا جروفر واللي بيقول لسالي ان ابنها في خطر. وبيتفاجئ بيرسي ان جسم جروفر بيتحول لجسم معزه، فجروفر بيفاجئه وبيقول له ان هو يبقى كائن اسطوري واتولد في العالم التاني. وبعدها بيركبوا العربيه هما الثلاثه وبيمشوا بسرعه من المكان. وفي الطريق بيعترف جروفر لصاحبه ان هو كان جنبه طول السنين اللي فاتت، وده علشان يحميه لان دي مهمته. فبيرسي بيساله هو ليه شهد ضده في المدرسه، فبيقول له لانه كان لازم يترفض من المدرسه دي لان الكائنات الشريره اخترقوا الحاجز اللي بين العالمين وعاوزين يخلصوا عليه. وبيقول له ان هم رايحين دلوقتي للمعسكر اللي في العالم التاني، والمعسكر ده مكان للاطفال الهجناء وبيروحوا هناك علشان يطوروا من قدراتهم الخارقه. وده غير ان المكان امن ليهم، ولكن فجاه بيظهر وراهم وحش اسطوري اسمه المينيتور وبيحاول يقتلهم. فبسرعه بينزلوا من العربيه وبتطلب سالي من ابنها ان هو يروح مع جروفر للعالم التاني. وفي البدايه بيرسي بيرفض لان هو مش عاوز يسيب امه لوحدها وبيطلب منها تيجي معاه، لكن امه بتاكد له ان هي هتكون بخير. وده غير ان ما ينفعش اي بشري يدخل للعالم التاني. وبتودع امه وبتدخل في اشتباك مع المينيتور، ومع الاسف المينيتور بيقتلها. وبيكون بيرسي مصدوم جدا من اللي حصل لامه وبيزعل عليها. وفجاه القلم اللي مع بيرسي بيتحول لسيف، فبيستخدمه وبيدخل في قتال مع المينيتور وبيقدر بيرسي يهزمه في النهايه. ومن كتر التعب بيفقد الوعي، وتاني يوم بيفوق بيرسي وبيلاقي نفسه وصل للعالم التاني. فبيبدا بيرسي في استكشاف العالم ده، وبيتفاجئ قدامه بالمدرس برونو وبيتصدم ان نصه انسان ونصه حصان. فبيستوعب هنا ان برونو كائن اسطوري من العالم التاني. فبرونو بيقول له ما يتفاجئش لان الكائنات اللي موجوده في العالم التاني مختلفه عن البشر تماما. وبيحكي له ان هو بيدرب الاطفال الهجناء اللي زيه من زمان علشان يستكشفوا قوتهم الخارقه ويقدروا يسيطروا عليها. وبيقول له ان هو كان جنبه من ساعه ما اتولد في العالم الاول، وده برضه علشان يحميه من الاشرار. وبعدها برونو بياخد بيرسي في جوله حوالين المعسكر، وبيقول له ان حكام العالم التاني عددهم 12 حاكم، وكل حاكم منهم بيمتاز بقوه خارقه ومختلفه عن التاني. وباتحادهم سوا بيقدروا ان هم يتحكموا في كل حاجه في العالم التاني، لدرجه حتى ان هم بيتحكموا في الطبيعه والمطر والرياح وكل شيء. وبيقول له ان المعسكر برضه متقسم ل 12 بيت، وكل بيت فيهم بيكون فيه عدد معين من الاطفال الهجناء، والاطفال دول يبقوا اولاد الحكام. لكن في اطفال كتير في المعسكر لسه الحكام ما اعترفوش بيهم، وبيرسي بيكون واحد منهم. فبيرسي بيتضايق لان ابوه مش عاوز يعترف بيه لحد النهارده، وبالشكل ده مش هيكون ليه مكان يقعد فيه. فبرونو بيقول له ان الكلام ده مش صحيح، وبيقول له ان ابوه يبقى الحاكم بوسايدن، وده يبقى حاكم البحار والمحيطات، وده من اقوى حكام العالم. وبيقول له ان ابوه عامل بيت مخصوص لاولاده اللي لسه ما اعترفش بيهم، واللي بيرسي يبقى واحد منهم، وهيفضل عايش في البيت ده لحد ما بوسايدن يقرر يعترف بيه بشكل رسمي. فبيرسي بيساله ابوه هيعترف بيه امتى، فبيقول له ان هو لازم يعمل حاجه مختلفه وكبيره علشان ابوه يرضى عنه ويعترف بيه. وبعد شويه بيتعرف بيرسي على شاب اسمه لوك، ولوك ده بيكون اقوى مقاتل في المعسكر كله. وبيعرف كمان ان ابوه يبقى الحاكم هيرمس، وهيرمس ده يبقى حاكم الوقت. وبعدها لوك بياخدوا جوله حوالين المعسكر وبيعرفوا على النظام، وبالغلط بيخبط بيرسي في بنت متنمره اسمها كلاريس. فالبنت بتزقه على الارض وبتفضل تهزق فيه، وبيكون واضح ان هي متغاظه منه جدا لان هو قتل المينيتور، لان المينيتور ده من اقوى الوحوش في العالم التاني، وصعب جدا ان حد في سنهم يقتله. وبعدها بيبدا بيرسي يتدرب مع باقي زمايله في المعسكر، وبيتفاجئ ان الموضوع صعب جدا وبيكون مش قادر يقاتل زيهم. وبالليل بنشوف بيرسي بيتمشى حوالين المعسكر لوحده، وفجاه كلاريس وشلتها بيظهروا قدامه وبيسحبوه بالعافيه وبيدخلوه الحمام. وبتقول له كلاريس ان هي هتسيبه في حاله لو قال لها ان هو ما قتلش المينيتور. فبيقول لها بيرسي ان هو قتله فعلا ومش هيقدر ينكر اللي حصل. فكلاريس وشلتها بيسحبوه وبيقربوا وشه من الميه اللي في الحمام، لكن فجاه الميه بتختفي ومره واحده الميه بتظهر تاني وبتقع على كلاريس وشلتها. وطبعا كلهم بيترعبوا من اللي حصل وبيهربوا بسرعه. وفجاه بتظهر بنت اسمها انابيس قدام بيرسي، وبتقول له ان هو مختلف عن كل الاطفال اللي في المعسكر، وبتعرض عليه ان هو ينضم لفريقهم في المسابقه اللي هتتعمل تاني يوم. فبيوافق بيرسي. وتاني يوم قبل المسابقه بيرسي بيسال لوك عن فكره المسابقه، فبيقول له ان المسابقه هتكون بين فريقهم وفريق كلارس، وفكرتها ان لازم فريق من الاتنين ياخد العلم بتاع الفريق التاني علشان يكسب. وبيقول له ان المسابقه هتكون باستخدام الاسلحه، لكن اهم حاجه في المسابقه ان هما ما يقتلوش بعض. فبيتوتر بيرسي، وخاصه ان كلارس بتكرهه جدا وبتتمنى ان هي
بتأذيه. وفي خلال دقايق بتبدأ المسابقة بين الفريقين، وبيلاحظ بيرسي ان الفريقين بيشتبكوا سوا بطريقة عنيفة، فبيتوتر جدا وبيبعد عن المسابقة لحد ما تخلص. لكن فجأة كلارس وشلتها بيظهروا قدام بيرسي وبيحاولوا يقتلوه، فبيرسي بيقول لهم ان القتل مش مسموح في المسابقة، لكن الحقد بيكون مسيطر على كلارس وما بتخافش من العواقب وبتقرر ان هي تقتله. وفجأة الغضب اللي جوه بيرسي بيتحول لقوة خارقة وبيبدأ يقاتلهم بكل احترافية لحد ما بيكسر الرمح السحري الخاص بكلارس. وفي نهاية المسابقة بيفوز فريق بيرسي على فريق كلارس. وفجأة أنابيس بتظهر قدام بيرسي وبتزقه في البحيرة اللي وراه، فبيتضايق بيرسي من اللي هي عملته، لكن فجأة بيلاقي الجروح اللي في جسمه خفت، وبيتضح ان البحيرة دي سحرية وبتشفي جروح المصابين. وفي اللحظة دي بيظهر رمح سحري فوق بيرسي، فأنابيس بتبتسم وبتقول له ان والده اعترف بيه بشكل رسمي. وبيجي الليل وبيبارك برونو لبيرسي لان ابوه اعترف بيه، وبيقول له ان هو عاوز يعترف له بحاجة مهمة، وبيحكي له ان ابوه عنده اخ اسمه زيوس وده يبقى الحاكم الاكبر، ولكن الاخين مقاطعين بعض بقالهم سنين، وده لان الرمح السحري بتاع زيوس اتسرق. وبيكون زيوس حاسس ان بيرسي هو اللي سرقه، فبيرسي بيستغرب لان هو ما سرقش حاجة اصلا، فبرونو بيقول له ان هو مصدقه. لكن المشكلة هنا ان زيوس هيعلن الحرب على كل الحكام وهيقتلهم، وده لو الرمح بتاعه مرجعش. ومهمة بيرسي حاليا ان هو يساعدهم في الوصول لمكان الرمح ده، لان هو خلاص اثبت جدارته النهارده في المسابقة. فبيرسي بيقول له ان هو مش عارف يساعدهم ازاي، فبيحكي له برونو ان ابوه وزيوس عندهم اخ تالت اسمه هادس، وده يبقى حاكم العالم السفلي وعالم الموتى، ومعروف عنه ان هو اخطر حاكم في العالم لان هو بيستعمل قوة الشر في تحقيق رغباته، وهو اصل الشر في العالم الاول والتاني. وبيكون برونو شاكك ان هادس هو اللي سرق الرمح، فبيطلب من بيرسي ان هو يروح للعالم السفلي علشان يجيب الرمح من هناك. لكن بيرسي بيقول له ان هو مش عاوز يعرض حياته للخطر علشان حاجة ما تستاهلش، لان عمره ما شاف ابوه ملوش مصلحة في ان هو يساعده اصلا. فجروفر هنا بيقطع كلامهم وبيعترف لبيرسي ان امه لسه عايشة، لكن هادس خطفها وحبسها في العالم السفلي. فبيتفاجئ بيرسي من اللي بيسمعه وبيوافق على طول ان هو يروح للعالم السفلي علشان ينقذ امه. وتاني يوم بيروح بيرسي يزور عرافة علشان تديه نصايح قبل ما يطلع المهمة، وبتخرج روح راجل من جسم العرافة، والروح دي بتحذره ان اكتر شخص بيثق فيه هو نفسه الشخص اللي هيخونه وهيكون السبب في تدمير المهمة. فبيتصدم بيرسي من اللي بيسمعه، وبعدها بشوية بيعمل برونو اجتماع مع كل الاطفال والمراهقين، وبيطلب من بيرسي يختار 2 من زمايله علشان يطلعوا معاه المهمة، فبيختار انابيس وجروفر. وبعدها برونو بيقول له ان الدخول للعالم السفلي هيكون من خلال بوابة موجودة في اعماق الارض، والبوابة دي في مدينة لوس انجلوس، وبيطلب منه ياخد باله كويس وهو في طريقه للبوابة لان الكائنات الشريرة هتكون مراقبته للمهمة وهيحاولوا ان هم يخلصوا عليه. وبعدها لوك بيسلم جزمة سحرية لبيرسي وبيقول له ان الجزمة دي بتطير بمجرد ما ينادي عليها، وبيقول له ان هو هيحتاجها معاه في المهمة. فبيشكروا بيرسي على جدعنته معاه. وتاني يوم بنشوف بيرسي وانابيس وجروفر وبيكونوا في الباص اللي هيوديهم للوس انجلوس. وفي استراحة الموقف بتنزل انابيس تشتري حاجات من السوبر ماركت، وبتنصدم لما بتشوف دوتس قدامها واللي بتتفاجئ ان هي لسه عايشة. فبتلبس انابيس طاقية الاخفاء وبتروح تقعد جنبها في الباص وبتسألها هي عاوزة ايه منهم، فبتطلب منها تسلمها بيرسي، لكن انابيس بترفض وبسرعة بتروح تحذر صحابها. فبيهربوا هم الثلاثة من الباص قبل ما تأذيهم. وبعد شوية بنشوفهم هم الثلاثة في طريقهم للبوابة وبيتفاجئوا ان دوتس وصلت عندهم، لكن فجأة دوتس بتلف وشها بسرعة لما بتظهر قدامهم واحدة ست اسمها ميدوسا، وكلهم بسرعة بيخبوا وشهم زيها. وبنعرف ان ميدوسا كانت مجرد بنت عادية عايشة في العالم التاني، لكنها اتلعنت من الحاكمة اللي اسمها أثينا وحولتها لوحش، واي حد بيبص في عيون ميدوسا بيتحول لتمثال. لكن ميدوسا بتطمنهم ان هي مخبية وشها، وبتعرض على بيرسي وفريقه ان هم يستخبوا في بيتها لحد ما الوحوش يختفوا من المنطقة. فبيفتكر هنا بيرسي أسطورة ميدوسا اللي امه حكت له عنها زمان، وبيفتكر ان ميدوسا كانت بنت بريئة جدا، لكن قوة الشر سيطرت عليها بعد ما اتلعنت. فبيقرر ان هو يثق فيها المرة دي لان هو بيكون متأكد ان في خير جواها. وبيروح هو واصحابه لبيتها وبيسألها بيرسي هو ايه اللي حصل لها زمان. فبتحكي له ميدوسا ان هي زمان كانت بتحب ابوه بوسايدن وكانت مدياله كل ثقتها، لكنه في يوم اعتدى عليها بالقوة. ولما الحاكمة أثينا عرفت اللي حصل قررت ان هي تعاقبها هي بدل ما تعاقب بوسايدن، فنزلت عليها لعنة وحولتها لواحدة ست قبيحة جدا، وحولت شعرها لتعابين، واي حد يبص في وشها بيتحول لتمثال. وطبعا باقي حكام العالم التاني ما قدروش يعترضوا على قرار أثينا لان هي تبقى حاكمة العدل والقوة، واي قرار بتاخده بيكون هو الصح. وبيتضح ان أثينا تبقى والدة انابيس وكانت بتحب بوسايدن، فالغيرة استحوذت عليها وقررت ان هي تعاقب
بتاخد ميدوسا علشان تنتقم منها، فانابيس بتقطع كلامها وبتتهمها ان هي كذابه وبتحاول تسوق سمعه امها، فبتسيبهم ميدوسا وبتروح تحضر الغدا في المطبخ، وبتطلب من بيرسي يجي معاها علشان يساعدها، وبتقول له ميدوسا ان اصحابه هيخونوه، وبتعرض عليه ان هو يسيبهم وينزل معاها للعالم السفلي، لكن بيرسي بيرفض وبيسيبها وبيهرب مع اصحابه. فبتتضايق ميدوسا وبتشيل الطاقيه من على وشها وبتروح تدور عليهم علشان تحولهم لتماثيل. وفي الاثناء دي بنشوف ان بيرسي واصحابه مستخبيين في القابو، وبيتفاجئوا في القابو ده من كميه الناس اللي حولتهم ميدوسا لتماثيل، وفجاه ميدوسا بتظهر قدامهم، لكن بسرعه انابيس بتحط طاقيه الاخفاء على وش ميدوسا، وبيستعمل بيرسي السيف بتاعه وبيقطع راسها، وبعدها بيرسي بياخد راسها وبيخرج بره البيت وبيظهر راسها قدام دوتس، ووقتها دوتس بتتحول لتمثال، وبعدها بيرسي بيحط راس ميدوسا في صندوق وبيبعته عن طريق البريد السحري لجبال الاولمبوس، والجبال دي تبقى مقر حكام العالم التاني. وتاني يوم بنشوف بيرسي مع اصحابه في القطر اللي هيوديهم لمدينة لوس انجلوس، وبنعرف ان الرحلة دي هتستمر لمدة يومين. وتاني يوم في القطر بيسيبوا المقصورة اللي هم فيها وبيروحوا ياكلوا في مقصورة تانية، وبيفضلوا يتكلموا سوا عن الوحوش اللي بتطاردهم، وبيجي الظابط يقاطع كلامهم وبياخدهم هم التلاتة للمقصورة اللي بيناموا فيها، وبينصدموا لما بيشوفوا المقصورة متدمرة تماما. فالظابط بيتهمهم ان هم اللي عملوا كده، لكنهم بينكروا الكلام ده، فبيشاور لهم الظابط على الست اللي واقفة وراهم، وبيقول لهم ان الست دي شهدت عليهم وقالت ان هي شافتهم وهم بيدمروا المقصورة. وطبعا كلهم بيستغربوا جدا لانهم اول مرة يشوفوا الست دي. فالظابط بياخدهم هم التلاتة لمقصورة الاكل وبيأمرهم ما يتحركوش من مكانهم لان هم دلوقتي معتقلين. وبتيجي الست اللي شهدت عليهم تقعد معاهم وبتقول لهم ان هي عارفة ان هم ما دمروش المقصورة ولا حاجة، لكنها شهدت عليهم كذب علشان تقدر تتكلم معاهم على انفراد. فبيحس جروفر ان الست دي وراها سر كبير وبيسألها هي عاوزة ايه منهم، فبتقول لهم ان هي هتحاسبهم على افعالهم. فبيرسي بيستهزأ بيها وبيقول لها ان هو ممكن يخلص عليها بسهولة لان هو خلص على وحوش اكبر منها واقوى منها بكتير. فالست بتستهزأ بكلامه وبتعرفه على نفسها وبتقوله ان هي اسمها ايكيندا وتبقى ام الوحوش في العالم كله. فطبعا كلهم بيتفاجئوا من كلامها لان معروف عن ايكيندا ان هي بتقتل كل الهجناء لان هي شايفاهم خطيئة. فبتقول لهم ايكيندا ان في وحش في شنطتها واول ما تطلقوا عليهم هيقتلهم. وفجأة الوحش بيهجم على بيرسي وبيتصاب، لكن بالسرعة انابيس بتطعنه وبيهربوا هما التلاتة من المقصورة وبيعطل القطر، وبسرعة بيرسي واصحابه بيهربوا من القطر. وبعد شوية بيوصلوا لمتحف خاص بأثينا، والمتحف ده مقدس واستحالة اي وحوش تقدر تخترقه. وبيحس بيرسي بتعب شديد بسبب الإصابة، فبسرعة اصحابه بياخدوه بره المتحف وبيحطوا مية من النافور على جسمه لان المية المفروض بتشفيه، وده لان ابوه هو حاكم البحار، لكن المية ما بتعملش معاه اي نتيجة لان هو لازم ينزل في مية بحر او محيط علشان ابوه يقدر يتواصل معاه ويعالج جروحه. وفجأة بيلاقوا ايكيندا وصلت عندهم، فبسرعة بيرجعوا للمتحف هما التلاتة وبيكونوا مستغربين هي ازاي دخلت للمتحف مع ان هو محرم عليها تدخله اصلا. فانابيس بتقول لهم ان هي قدرت تدخل للمتحف لان الحاكمة اثينا غضبانة منهم لان هما بعتوا راس ميدوسا في صندوق، وعلشان كده شالت الحاجز اللي بيمنع دخول الوحوش للمتحف. فبيرسي بيطلب من صحابه ان هم يكملوا المهمة لوحدهم لان هو مضطر يدخل في قتال مع ايكيندا والوحوش اللي معاها. وفي اللحظة دي بتوصل ايكيندا مع الوحش بتاعها وبيدخل بيرسي في اشتباك مع الوحش، لكنه بيكون اقوى منه بمراحل وما بيقدرش عليه. فبيحاول بيرسي ان هو يهرب، لكن ايكيندا بتكسر الارض اللي هو واقف عليها وبتعمل فجوة ضخمة، وفجأة بيقع بيرسي في الفجوة. فبيحاول يمسك كويس علشان ما يقعش، لكن ايده بتفلت غصب عنه وبيقع في البحر. وفجأة هنا بتظهر حورية بحر قدام بيرسي وبتقول له ان ابوه بعتها عنده علشان تساعده وتعالج له جروحه. وبعد شوية الشرطة بتوصل للمتحف علشان يحققوا في الدمار والتخريب اللي حصل، وبنشوف انابيس وجروفر واقفين متوترين جدا وبيكونوا خايفين اصحابهم يكون حصل لهم حاجة. وبتلاحظ انابيس ان في 3 ستات عواجيز من العالم التاني بيبصوا لها بطريقة غريبة، والستات دول بيكون اسمهم اتروبوس او الاقدار الثلاثة. وبنعرف ان الستات دول بيجسدوا كل الاقدار اللي في الحياة، والقدر بالنسبة لهم بيتمثل في خيط. واول ست منهم بتكون المسؤولة عن حماية الخيط ده، وتاني ست بتكون المسؤولة عن تغيير طول الخيط بمعنى ان هي بتتحكم في القدر، واخر ست هي المسؤولة عن قطع الخيط بمعنى ان هي المسؤولة عن انتهاء الحياة. وبتنصدم انابيس لما بتشوف واحدة من الستات وهي بتقطع الخيط قدامها، وبتحس ان ده نذير شؤم. وبعد شوية بيطلع بيرسي من المية وبيقابل صحابه، واول ما انابيس بتشوفه بتحضنه على طول. فبيطمنها بيرسي وبيقول لها ان هو بخير، وبيقول لهم ان هو قابل حورية بحر وطلبت منه يروح لمكان اسمه سانتا مونيكا لان الحورية قالت له ان ابوه هيقابله في المكان ده. فبيقرروا ان هم يروحوا للمكان ده ماشي على رجليهم لان
لان هم دلوقتي مطلوبين للعدالة وممكن الشرطة توقفهم في اي مكان وتقبض عليهم. وفي الطريق بيحكي لهم بيرسي ان هو اكتشف النهاردة ان والده بيحبه وبيخاف عليه، ورغم ان المهمة طلعت اصعب من ما كان متخيل لكنه مستعد يجازف علشان يخلي ابوه فخور بيه. وفي الوقت ده بيسمعوا صوت موتوسيكل جاي عليهم، فبسرعة بيستخبوا هما التلاتة، وبتحكي لهم انا بس قصة الاقدار التلاتة، وبتقول لهم ان قطع الخيط ده نذير شؤم لان ده معناه ان في حد منهم هيموت اثناء المهمة. وفجأة الشخص اللي على الموتوسيكل بيوصل عندهم وبيعرض عليهم ان هو يساعدهم، لكنهم بيقولوا له ان هم مش محتاجين حاجة منه، لكن الشخص ده بيقول لهم ان هو لازم يساعدهم لان هم اتأخروا على تنفيذ المهمة. فهنا هم التلاتة بينصدموا وبيسألوه هو مين بالظبط، فبيقول لهم ان اسمه اريس ويبقى ابن زيوس، يعني يبقى ابن عم بيرسي. وبيقول لهم ان زيوس امر كل ولاده ان هم يدوروا على الرمح لكن محدش فيهم قدر يلاقيه، وبيطلب منهم يقابلوه في المطعم اللي في اخر الشارع علشان يساعدهم في الوصول للرمح. وفي خلال دقايق بيوصل بيرسي مع اصحابه للمطعم وبيقعدوا مع اريس، وبيقول اريس لبيرسي ان جوز امه اتهم ان هو خطف امه والمباحث بيدوروا عليه. فبيرسي بيتعصب جدا لان بالشكل ده مش هيقدر يوصل للوس انجلوس لان الشرطة بتدور عليه. فبيقول له اريس ان حكام العالم التاني هيعلنوا الحرب على بعض، وده لو الرمح بتاع زيوس مرجعش. وبيقول لهم ان هو ممكن يساعدهم في الوصول للوس انجلوس ولكن بشرط، واللي هو انهم يساعدوه في استعادة الدرع بتاعه، وهيلاقوا الدرع ده في مدينة العاب مهجورة موجودة في مكان قريب من هنا. فبيرسي بيوافق على عرضه وبيقرر يروح مع انابيس لمدينة الالعاب دي، وبيقرروا يسيبوا جروفر مع اريس علشان يضمنوا ان هو مش هيغدر بيهم. وبيجي الليل وبيوصل بيرسي مع انابيس لمدينة الالعاب، والمكان بيكون شكله مرعب جدا، وبيكتشفوا ان الحاكم اللي اسمه هيفيستوس هو اللي بنى مدينة الالعاب دي، وبالتالي مدينة الالعاب دي مسحورة ولازم ياخدوا حذرهم لانهم ممكن يتصابوا باي لعنة. وبيعدي بيرسي مع انابيس في نفق، وبيشوفوا على جدران النفق ده قصة حياة الحاكم هيفيستوس، وبيعرفوا ان الحاكم ده ما اتولدش وسيم زي باقي اخواته وكان منبوذ جدا، وفي يوم وقع في حب اتنين من الحاكمات واللي اسمهم افروديت وهيرا، لكن محدش فيهم حبه بسبب ان جسمه مشوه. فقرر هيفيستوس ان هو يخطف هيرا وفضل حابسها عنده للابد. وبعد شويه بيخرج بيرسي وانابيس من النفق، وبيلاقوا نفسهم وصلوا لاوضه غريبه، وبيلاقوا قدامهم تمثال ضخم، وبيكون التمثال ده شايل درع اريس، وبيلاحظوا ان في كرسي مطلي بالذهب قدام التمثال. فبتقول انابيس لبيرسي ان زمان هيفيستوس بعت الكرسي ده هديه لهيرا، لكنها لما قعدت عليه اتلعنت واتحولت لتمثال ذهبي، ومرضيش هيفيستوس ان هو يفك اللعنه من عليها غير لما افروديت اتجوزوا الاول. فبيفهم بيرسي ان ده كرسي تضحيه، بمعنى ان لازم حد فيهم يضحي ويقعد على الكرسي علشان يقدروا ياخدوا الدرع. فبتقرر انابيس ان هي تضحي بنفسها، لكن بيرسي بيمنعها وبيقول لها ان هي اذكى واحده فيهم وهي الوحيده اللي هتقدر تنجح المهمه. وبيديها بيرسي القلم اللي معاه وبيطلب منها تحافظ عليه لان هي هتحتاجه في المهمه، وبيوصيها ان هي تنقذ امه وتقول لها ان هو كان بيحبها جدا. فانابيس بتتاثر جدا وبتنهار من العياط، وبيسيبها بيرسي وبيروح يقعد على الكرسي وبيتحول لتمثال ذهب. ووقتها التمثال الضخم بيسيب الدرع علشان انابيس تاخده، ولكن بتكون انابيس زعلانه جدا على صاحبها وبتحاول ان هي تحرره لكنها ما بتعرفش. وفجاه بيظهر قدامها راجل غريب وبيقول لها ان هي المفروض تمشي لان هي حققت غرضها. فبتقول له انابيس ان هي مش هتمشي من هنا غير لما تحرر صاحبها. فالراجل بيقول لها ان اللعنه استحاله تتفك من عليه لان هو صاحب اللعنه، وبيتضح ان الراجل ده هو الحاكم هيفيستوس، وبيطلب منها تفكر بالذكاء لان هي لو نجحت في المهمه دي لوحدها هتكون وقتها اشهر بنت في العالم والناس كلها هيحترموها. فبتقول له انابيس ان هي مش مهتمه براي الناس لان الشهره والاحترام مش هيكون ليهم لازمه لو خسرت الناس اللي بتحبهم. فبيتاثر هيفيستوس بكلامها لان هي بنت حكيمه جدا بالنسبه لسنها، وبيقرر في اللحظه دي يكسر اللعنه وبيحرر بيرسي. وطبعا انابيس بتكون فرحانه جدا وبتشكره، فبيقول لها هيفيستوس ان هو المفروض اللي يشكرها لان هي وضحت له حاجات ما كانش واخد باله منها، وبيقول لها ان اكيد امها فخوره بيها جدا. وبعد شويه انابيس وبيرسي بيوصلوا عند اريس وبيسلموا الدرع بتاعه، فبيشكرهم اريس وبيقول لهم ان هو لسه عنده وعده ليهم، وبياخدهم لعربيه نقل وبيقول لهم ان العربيه دي هتتجه لملهى ليلي في ولايه لاس فيجاس، وبيقول لهم انهم هيقابلوا هناك الحاكم هيرمس وده يبقى حاكم الوقت، وبيقول لهم ان هيرمس هو الوحيد اللي هيقدر يساعدهم في الوصول للوس انجلوس، لكن اهم حاجه ان هم يتصرفوا معاه باحترام لان هو متحكم في الوقت، ولو غضب منهم ممكن ينهي وقتهم في الحياه. وبيديهم اريس شنطه فيها شويه فلوس وحاجات هيحتاجوها في المهمه، وبعدها بيسيبوهم الثلاثه وبيركبوا العربيه. وبيفاجئهم جروفر ان اريس عارف هويه الشخص اللي سرق رمح زيوس لكن هو مرضيش يقول له على اسمه. وفي الطريق انابيس وبيرسي بيتواصلوا مع لوك من خلال اداه سحريه،
شويه، وبيقولوا له ان هم شاكين ان في شخص ما في المعسكر هو اللي سرق الرمح، وبيحكوا له على كل اللي حصل طول اليوم. فبيقول لهم لوك ان هو شاكك في كلاريس، وبيكون بيرسي لسه هيقول له انهم رايحين يقابلوا ابوه هيرمس، لكن انابيس بتقطع الاتصال بسرعه وبتقول له انهم ما ينفعش يقولوا له الكلام ده لان لوك بيكره ابوه جدا لان هو زمان قتل امه بشكل غير مقصود. وتاني يوم بيرسي واصحابه بيوصلوا للملهى الليلي، وبتحذرهم انابيس انهم ما ياكلوش اي حاجه هنا لان كل الاكل اللي موجود في المكان ده بيكون مضاف اليه زهره اللوتس، والزهره دي بتخلي الناس يفقدوا الذاكره بشكل مؤقت ومش بيحسوا بمرور الوقت. وبتتفق انابيس مع بيرسي ان هم يعرضوا على هيرمس ان هم يساعدوه ويخلوه يصالح ابنه في مقابل ان هو يساعدهم في الوصول للعالم السفلي. وبعد شويه بيقابلوا هيرمس وبيتفاجئوا ان هو عارف سبب زيارتهم ليه، لان هو بيقدر يشوف كل الاحداث اللي بتحصل في الماضي والمستقبل والحاضر، لكنه بيقول لهم ان هو مش هيقدر يساعدهم لان المهمه دي خطيره جدا. فانابيس بتعرض عليه ان هي تصالحه على ابنه في مقابل مساعدته ليهم. فهيرمس بيبدا يفكر في كلامها وبيسالها هي هتقدر تصالحهم على بعض ازاي، فبتقول له ان ابنه لو عارف ان هو ساعدهم في المهمه هيكون فخور بيه جدا، واكيد مشاعر الكره اللي جواها تتحول لمشاعر حب وفخر. فبيقول لها هيرمس ان هو كان نفسه يساعدهم لكن المشكله ان العواقب هتكون صعبه، وبيقول لهم ان هو الوحيد اللي يعرف طريق سري لمدخل العالم السفلي، لكن الحكام طلبوا منه ما يقولش لحد على المدخل ده. ولكن في يوم هيرمس كشف المدخل ده لشخص ما، ولما الحكام عرفوا غضبوا من تصرفه وقتلوا مراته، وبيقول لهم ان هو خايف على ابنه علشان كده صعب جدا ان هو يساعدهم. فانابيس بتتعصب من كلامه وبتسيبه وبتمشي، وبيقول هيرمس لبيرسي ان هو من الافضل ليه يمشي دلوقتي، وده لان الوقت في الملهى الليلي بيمر بسرعه جدا، يعني الدقيقه اللي بيقضوها جوه الملهى الليلي بتساوي ساعات في العالم الخارجي. فبسرعه بيرسي بيسيبه وبيروح يدور على اصحابه علشان يجمعهم ويمشوا. فبيلاقي انابيس وبيقول لها ان الوقت سرقهم من غير ما يحسوا، وبيفاجئها ان هم بقالهم 48 ساعه في الملهى الليلي. فبتنصدم هنا انابيس لانهم ما كملوش نص ساعه اصلا، وبتستوعب هنا ان هيرمس نشر زهره اللوتس في الهواء علشان ما يحسوش بالوقت ويضيع عليهم المهمه، لكنها بتطمنه ان هي سرقت مفاتيح عربيه هيرمس علشان يهربوا بيها. وبعدها بشويه بيلاقوا جروفر وبيكتشفوا ان هو فقد الذاكره ونسيهم خالص. فبيرسي بيحاول يفكره بنفسه وبيقول له ان هم في مهمه خطيره ومحتاجين مساعدته علشان ينجحوا في المهمه دي. فبيتحمس جروفر للفكره وبيوافق يروح معاهم، وبعدها بينزلوا للجراج وبيفضلوا يدوروا على عربيه هيرمس لحد ما بيلاقوها. وبيلاقوا هيرمس سايب لهم رساله على العربيه وبيقول لهم فيها ان هو عارف انهم سرقوا عربيته، وبيكون سايب لهم شويه الغاز هتساعدهم في الوصول لمكان العالم السفلي، وبيقول لهم ان عربيته مسحوره وهتاخدهم للمكان اللي هيساعدهم في تحقيق هدفهم. فبعدها بيتحركوا بالعربيه، ولكن فجاه بتظهر عربيه من جنبهم وبتخبطهم، ولما بيخرجوا من العربيه بيلاقوا نفسهم وصلوا قدام بحر كبير. ووقتها الذاكره بترجع لجروفر وبيفتكر كل حاجه. فبيسيبهم بيرسي وبيغطس في البحر وبتظهر له حريه البحر، وبتقول له ان ابوه فخور بيه جدا وكان شايف كل اللي عمله علشانه، لكن مع الاسف زيوس اعلن الحرب وما بقاش في وقت لتنفيذ المهمه، وبتطلب منه يرجع للمعسكر علشان يحمي نفسه. لكن بيرسي بيرفض وبيقول لها ان هو قطع شوط كبير ومش هيقدر يستسلم دلوقتي، وبيقول لها ان هادس هو السبب في اللي حصل لان هو اللي وقع الاخين في بعض ومش هيقدر يسيبه وينتصر عليهم. فبتعجب حريه البحر بيه وبتديله 4 كور سحريه، والكور دي هتساعده هو واصحابه ان هم يخرجوا من العالم السفلي. وبتكون في كوره زياده لوالده بيرسي. وتاني يوم بيوصل بيرسي لمحل سراير وهناك بيقابل شخص اسمه كراستي، والراجل ده بيكون برضه واحد من ابناء بوسايدن، يعني يبقى اخو بيرسي. فبيقول له بيرسي ان هو عارف ان هو شخص شرير، وعارف كمان ان مدخل بوابه العالم السحري موجود في المحل ده، وبيطلب منه يفكر بانسانيه مره واحده ويسمح لهم يدخلوا من البوابه لان هو عاوز ينقذ امه. فكراستي بيشاور له على سرير وبيطلب منه ينام عليه الاول، لكن بيرسي بيرفض لانه بيكون عارف ان كل السراير دي ملعونه، ولو نام على سرير منهم هيفضل محبوس عليه للابد. وفجاه انابيس بتظهر وهي لابسه طاقيه الاخفاء وبتزق كراستي على السرير وبتحبسه. فكراستي بيفهمهم ان اللي بيدخل للعالم السفلي مش بيخرج منه ابدا، وبيطلب منهم يفكروا تاني لكنهم ما بيهتموش بكلامه وبيسيبوه. وبعدها بيرسي واصحابه بيلاقوا باب قدامهم، ولما بيدخلوا منه بيلاقوا نفسهم وصلوا للعالم السفلي، وبيكون عالم مخيف ومظلم جدا وبيكونوا كلهم متوترين. وبعدها بيشوفوا عدد كبير من الاموات واقفين في طابور طويل وبيكونوا مستنيين حاصد الارواح علشان يوزعهم على اماكنهم. فبيلاحظ حاصد الارواح ان بيرسي واصحابه مش اموات، فبيستعمل صفاره سحريه وبينادي بيها على كلب ضخم ب3 رؤوس. وفجاه الكلب ده بيحاول يهجم على بيرسي واصحابه لكنهم بيطلعوا يجروا بسرعه، وفجاه بيلاقوا الكلب وقف
بيلفوا وبيكتشفوا ان انابيس قدرت تروضه بشكل مؤقت. فبسرعة جروفر بيستعمل الحذاء السحري بتاعه وبياخد بيرسي وبيطير بيه فوق الجبل، وبعد شوية انابيس بتحصلهم وبيقدروا في النهاية ان هم يبعدوا الكلب عنهم. وبعدها بيشوفوا وراهم قصر الحاكم هادس، وبيكون الطريق طويل جدا للقصر لكنهم ما بيستسلموش وبيبدأوا يتحركوا. وفي الطريق بيقول لهم جروفر ان الكرة السحرية اللي اخدها من بيرسي ضاعت منه، وبالتالي مش هيقدر يرجع معاهم للعالم الاصلي. فبيقترح عليهم ان هو يضحي بنفسه ويفضل في العالم السفلي، لكن بيرسي بيرفض يسيبه لوحده وبيديله الكرة بتاعته وبيطلب منه يحتفظ بيها. وبنفهم هنا ان بيرسي قرر يضحي بنفسه علشان ينقذ امه واصحابه. وبعدها بيكمل المشي مع اصحابه، ولكن في نص الطريق بيسمعوا صوت غريب فبيطلعوا يجروا بسرعة، ولكن فجأة بيقفوا لما بيستوعبوا ان انابيس مش معاهم. فبيرجعوا يدوروا عليها لحد ما بيلاقوها وبيسألوها هي ما جاتش معاهم ليه. فبتقول لهم ان في غصون اشجار ملتفة حوالين رجليها ومش هتقدر تتحرك، وبتطلب منهم يكملوا المهمة لوحدهم، وبتطمنهم ان هي هتستعمل الكرة السحرية اللي معاها في اقرب فرصة علشان تخرج من العالم السفلي. فبيرسي وجروفر بيسمعوا كلامها وبيضطروا يسيبوها ويكملوا المهمة. وفي نص الطريق بتظهر قوة مجهولة بتسحب جزمة جروفر ناحية حفرة كبيرة، وبيكون جروفر مش قادر يتحكم في القوة اللي بتسحبه لحد ما بيرسي بيستخدم السيف بتاعه وبيثبته في الارض، وبيفضل ماسك في صاحبه كويس جدا لحد ما الجزمة بتتشال من رجله وبتقع في الحفرة. وفي الاثناء دي بيسمع بيرسي صوت حاجة غريبة في شنطته، ولما بيفتح الشنطة بيتفاجئ برمح زيوس قدامه. فجروفر بينصدم وبيسأله هو ايه اللي جاب الرمح في شنطته. فبيحلف له بيرسي ان هو ما عندوش اي فكرة، وبيفهمه انه دي الشنطة اللي ارس اداها له. وبيتضح هنا ان ارس هو اللي كان معاه الرمح وعمل كل الخطة دي علشان يجبر بيرسي ان هو ينزل للعالم السفلي ويسلم الرمح بنفسه لهادس. فجروفر بيقترح عليه ان هم يرجعوا للعالم التاني بسرعة علشان يسلموا الرمح لزيوس. فبيفكروا بيرسي ان هم لسه ما انقذوش امه. فجروفر بيوافق ان هو يروح معاه القصر هادس علشان ينقذ امه. وبعدها بشوية بيوصلوا لقصر هادس وبيلاقوا هادس جاي يستقبلهم بنفسه وبيرحب بيهم كمان. فبيرسي بيسأله عن مكان امه، فهادس بيشاور له على امه وبيتضح ان هو حولها لتمثال دهب بشكل مؤقت. فبيرسي بيزعق له وبيسأله هو عمل كده ليه. فبيقول له ان هو عمل كده علشان يحميها لان المينيتور كان هيخلص عليها وما كانش عنده حل غير ان هو يحولها لتمثال. وهادس بيطلب منه يسلمه الامانه اللي معاه علشان يحرر امه، لكن بيرسي بيرفض يسلمه الرمح وبيقول له ان الرمح ده مش بتاعه. وبيفهمه ان هو كشف خطته مع ارس وعارف ان كل اللي حصل ده من تخطيطهم علشان بيرسي ياخد الرمح من غير ما يحس وينزل بيه للعالم السفلي ويسلمه بايده لهادس. فهادس بيستغرب من كلامه وبيقول له ان كل اللي هو بيقوله ده غلط، لان هو في الاساس مش عاوز الرمح اصلا لكنه عاوز الخوذه بتاعته اللي اتسرقت. وبيقول له ان الشخص اللي سرق الخوذه هو نفسه اللي سرق الرمح وعمل كده علشان يوقع بينه وبين اخواته. فبيفضل بيرسي يفكر في هويه الشخص اللي ليه مصلحه في كل اللي بيحصل ده لحد ما بيوصل ان اللي سرق الرمح والخوذه هو كورناس. وكورناس ده هو والد هادس وبوسيدن وزيوس، وده لان زمان الثلاث اخوات حبسوا ابوهم في قاع الحفره اللي موجوده في العالم السفلي. وبيكون واضح ان كورناس ابوهم بيتواصل مع حلفائه اللي خارج الحفره وهم اللي بيساعدوه في محاوله تدمير ولاده الثلاثه اللي حبسوه في الحفره علشان يحاربوا بعض ويخلص منهم الثلاثه وبعدها يرجع هو للعرش تاني. لكنه اكيد ما قدرش يعمل كل ده لوحده، والشخص اللي متورط معاه هو ارس. فطبعا بيرسي بيكون متفاجئ جدا وبيوعد هادس ان هو هيرجع له الخوذه بتاعته، ولكن في المقابل ان هو يحرر امه. فبعدها بيرسي وجروفر بيستخدموا الكور السحريه وبيرجعوا للعالم الاصلي وبيلاقوا انابيس وصلت قبلهم، لكن فجاه بيلاقوا ارس جاي عليهم. فبسرعه بيرسي بيدخل معاه في قتال لكنه بيكون اضعف منه بكتير ومش قادر عليه. وفي اللحظه دي بتظهر موجه عاليه جدا وبتخبط في ارس وبيستغل بيرسي الفرصه وبيدخل معاه في قتال لحد ما بينتصر عليه. فبيضطر ارس يستسلم ويسيب الخوذه وبعدها بيختفي. وفي الاثناء دي بيسمع بيرسي صوت بيناديه من البيت اللي قدامه، ولما بيروح للبيت ده بيلاقي دوتس وبيتفاجئ ان هي لسه عايشه. وبتقول له دوتس ان هي كانت بتراقبه باوامر من هادس لان هو كان شاكك ان هو اللي سرق الخوذه بتاعته. فبيسلمها بيرسي الخوذه وبيطلب منها تخلي هادس ما يخلفش وعده معاه. وبعدها بيطلب بيرسي من اصحابه ان هم يرجعوا له المعسكر تاني لحد ما يروح لجبال الاولمبوس علشان يسلم الرمح لزيوس. فانابيس بتخاف عليه لان زيوس ممكن يأذيه، وده لان هو بيكره الاطفال الهجناء لان هو معتقد انهم خطيئه، وعلشان كده كان شاكك ان بيرسي هو اللي سرق الرمح بتاعه. لكن بيرسي بيطمنها ان هو هيكون بخير. وتاني يوم بيوصل بيرسي لجبال الاولمبوس وبيقابل زيوس وبيسلمه الرمح بتاعه، وبيأكد له بيرسي ان هو ما سرقش الرمح، وبيقول له ان سرقه الرمح كانت من تخطيط كورناس وارس هو اللي ساعده في تنفيذ خطته. فبيقول له زيوس ان هو عارف الكلام ده متأخر،
وبيقول له ان هو هيعفو عنه المره دي وبيطلب منه يمشي. فبيرسي بيقول له ان هو مش هيمشي غير لما يوعده ان هو هيوقف الحرب على اخواته. فزيوس بيزعق له وبيأمره ما يتدخلش في امور ما تخصهوش. فبيفهمه بيرسي ان كورناس كان مخطط للحرب دي من زمان علشان يوقع بينه وبين اخواته، وبيطلب منه يبطل غرور ويفكر في مصلحه الناس اللي حواليه. وبيفهمه ان كل اخواته وولاده بيخافوا منه وعشان كده بيسمعوا كلامه غصب عنهم، وبيفكروا ان ابنه ارس اول واحد خانه وتحالف مع جد كورناس علشان يخلصوا منه. فطبعا زيوس بيتعصب جدا من الكلام ده وبيرفع الرمح بتاعه علشان يخلص عليه. لكن وقتها بوسايدن بيظهر وبيقف قدام اخوه وبيعلن استسلامه وبيقول له ان هو مش هيحارب. فزيوس بيستغرب جدا ان هو بيدافع عن ابنه وبيضحي بنفسه علشانه مع ان هو طفل هجين وده يعتبر خطيئة. فبوسايدن بيفكر اخوه ببنته الهجينة اللي هو خلفها زمان وكانت من اقوى واشجع المقاتلات في جيلها. فزيوس بيتضايق لان هو عمره ما اعترف ببنته دي ومش بيحب يفتكرها وبيسيبه وبيمشي. وبعدها بيروح بوسايدن يسلم على ابنه وبيقول له ان هو فخور جدا بشجاعته، وبيطلع بوسايدن كرة سحرية من معاه وبيستعملها على ابنه وبيرجعه للمعسكر. وبيتفاجئ بيرسي ان زمايله في المعسكر عاملين له ممر شرفي وبيحتفلوا بيه لان هو انتصر ونفذ المهمة بنجاح. وبالليل بنشوف بيرسي بيتمشى مع لوك وبيكون بيرسي مستغرب جدا ان كلاريس ما اترفدتش لسه مع ان هي ساعدت ارس على سرقة الرمح. فبيقول له لوك ان محدش يعرف اللي هي عملته لسه. فبيفتكر بيرسي كلام العرافة لما قالت له ان اكتر شخص بيثق فيه هو اللي هيخونه. وبيفهم هنا ان لوك ما قالش لحد ان كلاريس سرقت الرمح وده معناه ان لوك هو اللي سرق الرمح اصلا وبيحاول يداري على اللي هو عمله. فبيعترف له لوك ان هو اللي عمل كده فعلا بالاتفاق مع ارس وده لان هو بيكره كل الحكام وشايف ان هم يستحقوا الدمار. وفجأة نابيز بتظهر قدامهم وبتقول للوك ان هي سمعت كل حاجة. فبيخاف لوك من العقاب وبيهرب بره المعسكر. وتاني يوم بنشوف بيرسي وهو بيودع اصحابه وراجع للعالم الاول. ولما بيوصل لبيته بيفضل يدور على امه في كل مكان لحد ما بيلاقيها جايه عليه. فبيطلع يجري عليها بسرعه وبيحضنها. وبعد فتره بيحلم بيرسي بكورناس وبيكون بيقول له ان اللي جاي اسوأ من اللي راح. فبيصحى بيرسي مفزوع من النوم وبيقوم يجهز نفسه علشان امه توصله للمدرسه. وبيخلص الموسم الاول من المسلسل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك لقناة فيلمتشينو، ولو عاوز تتابع الملخصات الكوميدية ما تنساش تعمل متابعة لصفحة عبد عاطف. ونشوفكم الملخص اللي جاي ويلا سلام.